اهلا بك يا صاحبي، معاك في الفيديو الثاني في يونت 2. لو تفتكر في الفيديو الاول احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن المين والمود والميديان والرينج والسيم والليف، وانت الحمد لله خلاص بقيت تعرف تقرا السيم والليف، وبتعرف تجيب المين والمود والميديان والرينج. النهارده بقى هكلمك عن حاجه جديده اسمها الكوارتايلز. ايه القصه بتاعت الكوارتايلز؟ لو تفتكر معايا كده لما انا كان معايا نمبرز وحبيت اجيب الرينج، كنا بنجيب الرينج ازاي؟ لو تفتكر معايا كده، لو انا معايا نمبرز، ايوه النمبرز دي بقى احنا بعد ما احنا رتبناهم طبعا ascending من الصغير للكبير، فكان معايا هنا المينيمم فاليو وكان معايا هنا الماكسيمم فاليو. لو انا كان معايا المينيمم والماكسيمم كنت بقدر اجيب الرينج ده كنت بجيبه ازاي؟ كنت بجيب الماكسيمم ماينس المينيمم. بس للاسف دي لو اتفرجت على الفيديو الاولاني كنت هتلاقي ان انا كان عندي مشكله دايما في الرينج. ايه هو المشكله؟ ان الرينج ده بيهتم بالماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو بس، وبيسيب كل الارقام اللي في النص. يعني لو الدرجات اللي عندي في الفصل مثلا كان الامتحان الكويز كان من 20، والدرجات اللي في الفصل كان كلها 18 و19 و20، ما عدا واحد بس كان جايب 2. لو انا جبت الرينج هعمل 20 ماينس 2، فالرينج كان هيبقى كبير جدا، في حين ان كان في رقم واحد بس هو اللي مسبب لي مشكله. علشان كده هنستخدم حاجه جديده النهارده في الفيديو ده اسمها الانتر كوارتايل رينج. ايه الانتر كوارتايل رينج؟ مسكنا الداتا اللي معانا هنا وقسمناها بقى كوارترز، فجبنا اول حاجه هنا خلصنا لحد 25% من الداتا، وجينا هنا سميناهم Q1. يبقى الQ1 ده عباره عن ايه؟ عباره عن الربع الاول من الداتا. قسمنا الداتا اللي معانا، الارقام اللي معانا يعني قسمنا 4/4. اول ربع معانا اللي هو لحد 25%، يعني من اول رقم لحد ربع المسافه دي طلعت اسمها Q1. طب كملنا 25% تاني 25%، كده جبنا حاجه اسمها Q2، والQ2 دوت اللي هو الكيو التاني اللي هو اسمه الميديان. طب وبعد كده خدنا 25% تاني يعني 25، طلعت Q3، واخر حاجه 25%، كده وصلنا للماكسيمم. يبقى ركز معايا كده، يبقى احنا معانا دلوقتي قسمنا الداتا اللي معانا لQ1 وQ2 وQ3، دولت اسمهم كوارتايلز. اول واحد معانا بقى اللي هو من اول رقم لحد 25% من الداتا، الQ1 ده سميناها اللور كوارتايل. طب واخر واحد ده اسمه الابر كوارتايلز. حلو. طب والQ2 ده سميناه الميديان، لان انت لو تفتكر في الفيديو اللي فات كنا قايلين ان الميديان دوت هو الرقم اللي في النص في الداتا. تاني احنا دلوقتي معانا الداتا دي قسمناها ل4/4. اول ربع معانا لحد كده سميناه Q1، بعد كده خدنا 25% تاني بقى معانا Q2. الQ2 ده اللي هو مين؟ الميديان. خدنا 25% تاني بقى كده معانا Q3، صح، اللي هو الابر كوارتايل، وكده بقى معانا الداتا كلها. طب ممكن اسالك سؤال، هو الQ1 دوت في قبليه كم من الداتا؟ برافو عليك، في قبليه 25. طب في بعديه قد ايه من الداتا؟ برافو عليك 75. طب الQ2 في قبليه كام داتا؟ 50% من الداتا. طب الQ2 في بعديه قد ايه؟ 50%. طب الQ3 في قبليه قد ايه؟ 75%. طب الQ3 في بعديه قد ايه؟ 25%. وده الحاجه اللي انا عايزك تعرفها عليها. طب كل واحد من هنا بقى ليه رول. ازاي نحسب الQ1 من الارقام اللي موجوده معانا؟ تعالى يا صاحبي بقى بص يا جميل، دلوقتي الكوارتايلز ديت اللي هي القصه بتاعت الكيو ليها اوردر وليها فاليو. ركز معايا دلوقتي، انا هديك رولز، الرولز دي بتحسب الاوردر ده بس، يعني بتقول لك الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 البوزيشن بتاعهم فين. فتعال اقول لك بقى الاوردر بتاع الكيو 1 عباره عن ايه؟ عباره عن كوارتر الN بلس 1. طب الاوردر بتاع الكيو 2، الكيو 2 ده انا لسه قايل لك ان هو مين؟ الميديان، وانت كنت عارفه من الفيديو اللي فات، كان الرول بتاعه هاف الN بلس 1. طب الكيو 3 ايه الاوردر بتاعه؟ 3 كوارتر الN بلس 1. برافو عليك. يبقى دي الرولز اللي معايا، والرولز ديت بتجيب لي ايه؟ بتجيب لي البوزيشن بتاعت الكوارتايلز، يعني بتجيب لي الكيو 1 مكانه فين، الكيو 2 مكانه فين، الكيو 3 مكانه فين. وطبعا لو كل الارقام ديت طلعت هول نمبر، يعني طلعت 5 7 8، هندور عليها في الداتا على طول. طب لو طلع فيها ديسيمال هنستخدم الرول بتاع الفيديو اللي فات، ولو ما كنتش شفت الفيديو اللي فات ارجع بص عليه، لان انت طبعا عايز تجمعه علشان تجمع المسائل اللي جايه. تمام؟ اي حاجه بقى من هنا هنطلع الاوردر، هنبص على الفاليو بتاعتها هتطلع ايه، والفاليو ديت هتطلع من الداتا.
تمام؟ جميل قوي. من هنا نقدر نجيب حاجه بقى اسمها، ركز معايا بقى، انا جبت دلوقتي الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3، اقدر اجيب حاجه بقى ما اسمهاش رينج، اسمها انتر كوارتايل رينج. يعني الرينج كان مشكلته ان هو بيجيب المينيمم والماكسيمم، لا انا هنا بقى هجيب الرينج في الحته دي بس، يعني هجيب حاجه اسمها انتر كوارتايل. وهعمل ايه يا صاحبي؟ هعمل الكيو 3 ماينس الكيو 1. طب ليه يا مستر عملت كده؟ علشان اقلل المسافه شويه، عشان ابعد عن اول اصغر واحد وابعد عن اول واحد، واجيب الافريج المظبوط اللي هو الكيو، اللي هو الانتر كوارتايلز. الرينج في الطبيعي فيه مشكله، ايه مشكلته؟ ان زي ما قلت لك بيهتم باكبر واصغر واحد، انما هنا انا قللت الداتا شويه علشان احسب الانتر كوارتايل رينج ويطلع معايا مظبوط. طب في حاجه كمان نقدر نجيبها ادق شويه اسمها سيمي انتر كوارتايل رينج. طب ايه هو الرول بتاع السيمي انتر كوارتايل رينج؟ الانتر كوارتايل رينج هيبقى الكيو 3 ماينس الكيو 1 بس اوفر 2. في الماث اي حاجه سيمي يعني انت قسمتها نصين، يعني لو انت معاك سيركل وجبت قسمتها نصين هتبقى دي اسمها سيمي سيركل ودي اسمها سيمي سيركل. تمام يا صاحبي؟ بس كفايه لحد هنا، عايزك بس تراجع معايا على الرولز علشان نبدا نحل. ممكن نتشيك على الرولز كده. الرول بتاع الكيو 1 برافو عليك، كوارتر ان بلس 1. ايه الرول بتاع الكيو 2؟ ممتاز، هاف الان بلس 1. ايه الرول بتاع الكيو 3؟ اكسلنت، 3 كوارتر الان بلس 1. طب ايه الرول بتاع الانتر كوارتايل؟ صح، كيو 3 ماينس كيو 1، ده الرول بتاع الانتر كوارتايل. طب ايه الرول بتاع السيمي انتر كوارتايل؟ ايوه شكرا يا صاحبي، كيو 3 ماينس كيو 1 اوفر 2. ويلا بينا نخش على المسائل. يلا يا صاحبي، بص يا جميل، دلوقتي اول سؤال معانا هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا لور كوارتايل. اول خطوه لازم الارقام تبقى مترتبه، فانت هتضطر ترتب الارقام اللي عندك. تعال نرتب الارقام دي من الصغير للكبير. اصغر حاجه هنا معانا كام يا صاحبي؟ 2، بعد كده 3، بنرتب عادي ها، 2 3، وبعد كده 4، وبعد كده 7، وبعد كده 8، وبعد كده 9، وبعد كده 11. ممتاز قوي. نتشيك ان الارقام اللي احنا عملناها دي مظبوطه. عد معايا كده، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7 كده الحمد لله تمام. هو عايز اللور كوارتايل. مين هو اللور كوارتايل؟ الكيو 1. ايه الرول بتاع الكيو 1؟ كوارتر ان بلس 1. شيل الان وحط النمبر اللي هو مين عددهم؟ 2 4 6 7 7. يلا يا صاحبي، يبقى 1 اوفر 4 7 بلس 1 هتطلع معاك 2. يبقى الانتر كوارتايل يبقى اللور كوارتايل اللي معاك طلع البوزيشن بتاعه 2. اوعى تختار 2 من اللي تشوز، هي اصلا مش موجوده. هندور على تاني واحد. تاني واحد مين هنا عندي؟ برافو عليك يا صاحبي، تاني واحد ده اللي هو عندك اللي هو ال 3، فاحنا هنختار من هنا 3. يلا يا صاحبي تعالى نشوف اللي بعديه. بيقول لي عايز هنا الثيرد كوارتايلز. طيب الثيرد كوارتايلز اول خطوه لازم نرتب، ما تيجي نرتب كده. يبقى 1 وبعد كده معانا 2، ممتاز قوي، وبعد كده 1 و2 وبعد كده 3. خلصت ال1 وال2 وال3 وال4 اهي كمان، وفي 5 كمان، وفي 7 وفي 8 وفي 9. كم نمبر هنا معانا؟ 2 4 6 8. يبقى الان هنا ب 8. هو عايز مين هنا؟ هو عايز الثيرد كوارتايل، يبقى 3 اوفر 4 الان بلس 1. الان دي اللي هي ب 8. يلا نطلع الكالكوليتور ونحسب الحسبه بتاعتنا. هنعمل على الكالكوليتور 3 اوفر 4 وبعد كده نفتح البراكت ونكتب 8 بلس 1. يلا نطلع الانسر. الانسر اللي طلع معايا 6.75. اوعى تختارها لو موجوده في التشوز، بيضحك عليك عشان ده البوزيشن. فاحنا هندور على السادس والسابع. دور معايا على السادس كده، 1 2 3 4 5 6 اهو، السادس اهو، السابع اهو. يبقى 7 بلس الديسيمال اللي طلعت 0.75. افتح براكت، اعمل الرقمين دول ماينس بعض، 8 ماينس 7، ودي شرحناها بالتفصيل في الفيديو اللي فات. يلا بينا بقى تعالى نعملها. يبقى هنعمل 7 بلس 0.75، افتح براكت 8 ماينس 7 وطلع الاجابه. الانسر طلع 7.75 والحمد لله موجوده في اللي تشوز. يلا بيقول لي the value that followed by 75% of the data. مين اللي الكوارتايل بتاعه في بعديه followed by، يعني في بعديه 75% من الداتا؟ هل هو كده اللور ولا الابر؟ برافو عليك، هو كده اللور كوارتايل. تعال نشوف اللي بعديه. هنا بيقول لي ايه؟
بيقول لي find the lower and the median and the upper quartile. ده عايز الثلاثه، عايز الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. تعالوا نحسب الاوردرات بتاعتهم الاول وبعد كده نطلعهم. نعد النمبرز بتاعتهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كده معايا كام نمبر؟ معايا 9. يبقى الان اللي عندي ايكوال 9. هنجيب بقى اول حاجه كوارتر ال 9 بلس 1 هاف ال 9 بلس 1 3 كوارتر ال 9 بلس 1. ايه اللي انا بجيبه ده؟ انا كده بجيب الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 بس از اوردر مش البوزيشن بس. فتعالوا نحسب دي بقى. يلا هنعمل كوارتر ال 9 بلس 1 طلعت 2.5 بالكالكوليتر، ودي طلعت 5 ودي طلعت 7.5. انت كده ما حسبتش حاجه، لسه عايز تحسب القيمه بقى. ده سهل. ال5 ده سهل، تعالى نعده كده 1 2 3 4 5 اهو. اوعى تختار 7 47. طب ده بقى 2.5 هندور على التاني. مين هو التاني؟ 43 بلس الديسيمال اللي طلعت 0.5. افتح براكت. مين اللي بعد ال 43؟ 43 برضه. يبقى 43 ماينس 43. احسب دي بالكالكوليتور هتديك 43. يبقى الكيو 1 اللي عندي طلع 43. يلا شوف واحده كمان. احنا دي طلع 7.5. دور على السابع. 1 2 3 4 5 6 7 اهو 18 و19. يبقى هبدا بال 18 بلس الديسيمال بس اللي طلعت وهعمل 19 ماينس 18. حط دي يا صاحبي على الكالكوليتر طلعت 18.5. يلا شوف واحده كمان. بيقول لك ايه؟ from the opposite stem and leaf. عايز الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 ونعملهم بلس. تعالى نحسب الاوردرات الاول. يلا يا صاحبي. الكيو 1 الاوردر بتاعها كوارتر ان بلس 1. طب الكيو 2 هاف ان بلس 1. الكيو 3 كوارتر ان بلس 1. لازم تكون عارف دول. ده كيو 1 كيو 2 كيو 3. طب تيجي نحسب الان اصلا بكام؟ فاحنا هنعد كل ان بكام؟ ما تيجي نعد الان كده يا صاحبي. يلا الان هنا بكام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. شكرا. طالما الان طلعت 11 يبقى الراجل ده بيحبك. ليه؟ لانها قد. القد تبقى سهله من الارقام كلها. فدي هتطلع كوارتر 11 بلس 1 هتطلع 3. وهنا 11 بلس 1 ونحط هتطلع 6. ودي هتطلع 9 بالكالكوليتور. طب تعالى ندور بقى على ثالث واحد. مين ثالث واحد هنا معايا؟ صح 22. يبقى الكيو 1 دوت 22 بلس الكيو 2 السادس 1 2 3 4 5 6 اهو 37. خش على اللي بعديه كيو 3 اللي هو التاسع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اهو 41. يلا حطي دول على الكالكوليتر هتلاقي ان الاجابه طلعت 100. يلا يا صديقي اللي بعديها. بيقول لي if the order of the upper quartile is 48. هو حسب الاوردر وطلع 48. عايز النمبر اوف فاليو، عايز الان. طب هو ايه الرول اصلا بتاع الابر كوارتايل؟ 3 اوفر 4. تمام. يبقى ال 3 اوفر 4 الان بلس ال1 طلعت معاه بكام؟ ب 48. طب لو دي طلعت ب 48 يبقى الان بكام؟ ممكن نحل دي ايكويشن وده طبعا اوفر شويه، او ممكن نجرب اللي تشوز، او ممكن نعمل شيفت سولف بالكالكوليتر. اسهل حاجه ممكن تجرب اللي تشوز. اقعد جرب اللي تشوز لحد ما يديك 48. انما في حاجه بالكالكوليتر كده احنا كنا خدناها، لو مش فاكرها بص على الفيديو بتاع السكيلز اللي كان في اول الشرح خالص. كنت معلمك الحركه بتاعت الشيفت سولف لو ما بتعرفش تعملها. هتكتب المساله خالص زي ما هي كده 3 اوفر 4 وبعد كده بتفتح براكت. الان دي بتكتب مكانها الفا اكس، الاكس موجوده هنا، وبعد كده بلس 1 تقفل البراكت. الايكوال اوعى تكتب ايكوال من هنا هتبقى المساله غلط. ارجع تاني اكتب الفا ايكوال من هنا واكتب 48. اوعى تدوس ايكوال، لو دوست ايكوال هتديك ماث ايرور. امال اعمل شيفت سولف ودوس ايكوال الاجابه هتديك 63. يبقى الانسر اللي مظبوط 63. لو ما كنتش عارف تعمل الحركه دي كان ممكن تجرب كل واحده في التشوز، بس انا مش عايز كده. انا عايزك لازم تتعلم الحركه بتاعت شيفت سولف لان هنحتاجها جامد قوي في شابتر 5. يلا تعال نخش على اللي بعديها. بيقول لك if the order of Q1 3.75. يعني هو حسب الاوردر خلاص طلع معاه 3.75. بس بيقول لك ان 3.75 دي بقى between two numbers. مين هما؟ ال 37 وال 41. خلاص يبقى احنا هنبدا بال 37 بلس الديسيمال اللي طلعت اللي هي 0.75
وهنعمل الرقمين ماينس بعض اللي هم 41 ماينس 37. ويلا نطلع دي بالكالكوليتر. هنمسك الكالكوليتر بتاعتنا 37 بلس 0.75 افتح البراكت و41 ماينس 37 اقفل البراكت يديني الاجابه طلعت 40. يبقى الانسر اللي معانا هنا طلع 40 وموجود في التشوز. يلا يا صاحبي بيقول لي if the number of the data of value n which of the following could be the value of n such that ال 3 quartiles from the data. يعني كلهم هيطلعوا من الداتا. ال n هنا تكون بكام علشان كلهم يطلعوا من الداتا؟ طيب انا اتفقت معاك اتفاق. ال n علشان كلهم يطلعوا من الداتا بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم ال n تكون odd. يبقى دي غلط. بس للاسف هو مديك 5 و21 و35 يبقى لازم نحسب الكيو 1 هنا اللي هو كوارتر ال n بلس 1 هاف ال n بلس 1 3 كوارتر ال n بلس 1 ونختار كل مره رقم. يعني تعالى نحط هنا ال 5 لو طلعت صح يعني لو طلعت هول نمبر يبقى نتشيك على الهاف وال 3 كوارتر. لو طلعت ديسيمال من الاول تبقى غلط. دي من الاول كده طلعت ديسيمال يبقى دي غلط. وهنجرب ال 21 طلعت غلط برضو. الاجابه المظبوطه هي ال 35. لو جربت ال 35 هنا مع ال n في كل مره من هنا هتلاقي ان هي كل مره بتديك هول نمبر ما بيكونش فيها ديسيمال. يعني معنى كده ايه؟ ان الفاليو اللي هتطلع ده الاوردر، يعني الفاليو اللي هتطلع من نفس القيمه بتاعتها. يلا تعالى نشوف المساله اللي بعديها. هنا بقى احنا هنعمل ستريس على موضوع السيمي انتر كوارتايل رينج اللي هو ايه؟ اللي نعمل Q3 ماينس Q1 اوفر 2. فاهم قصدي؟ او يكون عايز ده السيمي. لو عايز الانتر كوارتايل بس يبقى نعمل Q3 ماينس Q1. يلا يا صاحبي هنا بيقول لك السيمي انتر كوارتايل رينج one of the measure of ايه؟ هو الرينج اصلا بيقيس ايه؟ طبعا بيقيس الديسبرجن. فاحنا هنا هنختار الديسبرجن. احنا قلنا اصلا الرينج بيقيس الديسبرجن انما المين والمود والميديان ده في الفيديو اللي قبل كده ده بيقيس ايه؟ السنترال تندنسي. طيب السؤال اللي بعديه هنا بيقول لي find if Q1 equal 5 و Q2 equal 7 و Q3 equal 12 وبيقول لك عايز السيمي انتر كوارتايل رينج. نجيب السيمي انتر كوارتايل رينج ازاي؟ احنا السيمي انتر كوارتايل رينج كان عباره عن ال Q3 ماينس ال Q1 اوفر 2. طب ال Q3 عندي كانت ب 12 فهنعمل 12 ماينس ال Q1 اللي هي 5 وهنعملها اوفر 2 ودي 7 اوفر 2 اللي هي 3.5. طب حاجه ثانيه بيقول لي السيمي انتر كوارتايل رينج از 9. يعني هو اوريدي حسب السيمي انتر كوارتايل رينج وطلعت مع كام؟ طلعت مع 9. هو عايز ايه؟ هو عايز الكيو 3 ماينس الكيو 1. ستوب واحده. دلوقتي اول خطوه معانا بس ركز معايا. دلوقتي هو الكيو 3 ماينس الكيو 1 اوفر 2 هو طلعها 9. هو بقى مش عايز يعرف الكيو 3 بكام والكيو 1 بكام. هو عايز الماينس بتاعهم على بعض بكام. يبقى نعمل 9 باي 2 اللي هي تديني 18 على طول. طيب from the following عايز السيمي انتر كوارتايل رينج. يبقى كده لازم نضطر نحسب الكيو 1 ونضطر نحسب الكيو 3 وبعد كده نعملهم ماينس اوفر 2. تعالوا نحسب الكيو 1 بقى واحده بقى على مهلنا. اول حاجه صح لازم نرتب. الاساسي عندنا في الموضوع ده الترتيب. رتب معايا يا صاحبي. اصغر حاجه 15 بعد كده خلصت ال 15 18 ماشي خلصت ال 18 في 23 اهي وفي بعد كده 20 مفيش 20 في 27 وفي بعد كده 32 وفي بعد كده 35 وفي بعد كده 44. اتشيك ان احنا ما نسيناش حاجه. هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 7 نسينا حاجه. شوف عشان كده بقول لك لازم تعد لان ده احيانا كتير بتحصل كده واحنا بنرتب بنغلط. 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 نسينا حاجه. ال 15 كتبناها ال 18 كتبناها ال 23 كتبناها ال 27 كتبناها ال 30 ما كتبناهاش. شفت في هنا 30 وده اللي دايما بيحصل مع اغلبيتنا وهو حصل معايا شخصيا بقى. يلا تعال نشوف بقى السيمي انتر كوارتايل رينج. اول حاجه تعال نحسب الكيو 1. يبقى كوارتر الان بلس 1. الان هنا عددهم احنا لسه عدينهم من شويه 8 يبقى احنا هنعمل كوارتر ملتبلاي 9 يعني على طول
طلعت 2.25 يبقى الكيو 1 2.25. طب تعالى نحسب الكيو 3. 3 كوارتر 8 بلس 1 يبقى هنعمل على دي على الكالكوليتر يبقى 3 اوفر 4 وهنعمل ملتبلاي 9 كام يا صديقي؟ طلعت 6.75. اوب بس المشكله عندنا ان الكيو 1 والكيو 2 دول كده طلعوا ما طلعوش من الداتا ذات نفسهم يبقى هنضطر نعمل ايه؟ تعالى نحسب بقى تاني واحد. تاني واحد هنا 18 بلس الديسيمال اللي طلعت. اعمل الاثنين بقى ماينس بعض 23 ماينس 18. طب الكيو 3 برافو عليك 6.75 عد السادس 2 4 6 اهو اللي هو 32 يبقى هنبدا ب 32 1 2 3 4 5 6 اهو بلس ال 0.75 وهنعملهم ماينس بعض هنعمل 32 ماينس 30 بعد ما نحسب الكيو 1 والكيو 3 هنحسبهم ماينس بعض اوفر 2 وهتلاقي الاجابه طلعت معاك 7.5. تشيك معايا بالكالكوليتور يلا عشان تتاكد ان المساله مظبوطه. بيقول لك عايز السيمي انتر كوارتايل رينج يبقى تاني هنجيب الكيو 3 وهنجيب الكيو 1 وهنعمل اوفر 2. تعالى نعد الان كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شكرا مديهاني قد يبقى الموضوع هيبقى سهل. هو عايز الكيو 1 اللي هو كوارتر ال 11 بلس 1 هتديني 3 وال 3 كوارتر ال 11 بلس 1 هتديني 9 يعني هنعد التالت بس 1 2 3 12 يعني الكيو 1 كده ب 12. طب الكيو 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35 يلا اعمل على الكالكوليتور 35 ماينس 12 وهتطلع الانسر وتعمله اوفر 2. ليه؟ علشان هو قال لي عايز السيمي انتر كوارتايل رينج وطلع 11.5 وكده الحمد لله انت بقيت تعرف تجيب الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 والانتر كوارتايل رينج والسيمي انتر كوارتايل رينج. تعال نراجع على الرول بسرعه. الكيو 1 كوارتر ان بلس 1 الكيو 2 هاف الان بلس 1 الكيو 3 كوارتر ان بلس 1 الكيو 1 كان اسمه ايه؟ لور كوارتايل. في قبليه كم من الداتا؟ 25%. في بعديه قد ايه؟ 75%. الكيو 2 اسمه ايه؟ ميديان. في قبليه قد ايه؟ 50%. في بعديه قد ايه؟ 50%. الكيو 3 اسمه ايه؟ ابر كوارتايل. في قبليه قد ايه؟ 75%. في بعديه قد ايه؟ 25%. الانتر كوارتايل رينج ايه الرول بتاعه؟ كيو 3 ماينس كيو 1. السيمي انتر كوارتايل رينج سيمي يعني اوفر 2 يعني هنعمل كيو 3 ماينس كيو 1 اوفر 2. بحبكم كلكم يلا اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم في شابتر 2 بس في الجزء الثالث. يلا باي باي.